عدي صدام يدعو إلى مؤتمر للصحفيين بساحة الاحتفالات الكبرى، لو بمسرح المنصور لو بسينما المنصور، ويصعد اثنين من الصحفيين القديرين ويهينهم. أنا عصام الشيش وهاي منصة خليك إيجابي وبرنامج إنجازات القائد. المشترك الأول بهاي السالفة وباعترافه هو عباس الجنابي اللي كان مدير تلفزيون الشباب وهرب من ضيم عدي، بس بعد 2003 رجع يدافع عن النظام المقبول. يقول صعدناهم على المسرح وخليناهم يحجون شوي عن الصحافة ودورها، وبعدها رميناهم بالطماطة والبيض. عدي مريض ويتلذذ بالانتقاص من الآخرين، لكن المشكلة باللي حوله صابهم نفس المرض، وإلا ليش تروح على صحفي قدير يحب مهنته وتهينه بهذا الشكل؟ عدي كان يجبر الكثير من الفنانين اللي يجون يمه بسهراته أن يشربون قنينة كاملة من الخمر خلال دقيقة واحدة، ويقعد يضحك عليهم. وكان التليفون أرضي، فإذا فنان إجا متأخر أو ما حضر فهذا يا ويله من استهتار عدي. أو مرات يرميهم بالمسبح حتى لو ما يعرفون يسبحون، أو يرمي طلقات فوق رؤوسهم أو تحت أرجلهم، أو يأمرهم يغنون أغاني مضحكة ما تليق بهم. طبعا هاي السهرات الماجنة مو بس يم عدي، الباقين أيضا، مثلا على حسن المجيد ويا الكاولية، قصي عنده مجموعة، وطبان، عدي وسهراته، وكلهم ما يكتفون بس بالسهر، بل يتلذذون بأذية أتباعهم المقربين وأهانتهم وضربهم أحيانا حتى الموت. وهذا الحكي كله العراق كان أما بحرب أو حصار، وشباب العراق صايرين محرقة ومشروع موت كل يوم على مود العائلة القدرة تعيش ملذاتها وأمراضها النفسية. إنجازات كلش عظيمة، هي هاي إنجازات القائد.